بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله إزاي نقتصد في التغذية بتاعة الطيور بتاعتنا، وإزاي إن إحنا نعرف الطائر بتاعنا سليم أو تعبان، وإزاي ننتقي سلالات جيدة، ومنين نجيبوا السلالات الجيدة. كل ده إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. ولكن أتمنى من الناس إن هي تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد. والناس اللي أول مرة تشوفنا وتشاهدنا تتابع الفيديوهات الموجودة على القناة عليها أكتر من 56 فيديو. كل فيديو بيتكلم عن طائر وفيه جميع المعلومات اللي محتاجها أي مربي صغير أو كبير. بسم الله توكلنا على الله. أول حاجة يا جماعة عشان نعرف إن الطيور بتاعتنا صحتها جيدة أو كويسة أو سليمة، لازم نشوف المظهر الخارجي للطائر. يعني نشوف الطائر بتاعنا صحته عاملة إيه، نشوفه من الريش بتاعه يكون مكتمل، وشه احمر، ما فيهوش زلاج، ما فيهوش تكاسل، ما فيهوش كشاشان، مظهره الخارجي كويس. طبعا ده بيدل على ان الطائر بتاعنا صحته كويسه. وطبعا من الحاجات اللي احنا نعرف بيها برضو ان الطائر صحته كويسه او مريض او سليم، ان هو طبعا لما بنحط اكل للطائر بيقبل عليه وبيخش ياكل في الاكل كده، مبيبقاش متكاسل ومبيبقاش كاشش على جنب او راكن في جنب. وكل الحاجات دي طبعا بتدل على ان الطائر صحته كويسه. طبعا وبنصح اي حد يشتري طيور لازم يبقى من مصدر موثوق منه، يعني حد ثقه. وبنصح الناس اللي هي بتبيع برضه تخلي عندها ضمير شويه، ولما حد يطلب منك حاجه ما تديهوش الحاجه الرديئه اللي عندك، اديله حاجه كويسه يعرف يشتغل بيها ويبدا بيها، علشان يا اخي يدعي لك حتى يبقى ايه، ربنا يكرمك ما يدعيش عليك. ولازم طبعا يكون في فحص شامل للطيور بتاعتنا، خاصة زغاليل الحمام علشان الفاش. طبعا لو عندك حمام ياما لازم تطهر المكان بتاعك، والطيور بصفة عامة لازم تطهر. ولازم يبقى المكان بتاعك بخشه الشمس وبخشه هواء، علشان طبعا يبقى طيورك كويسة وما تحتاجش يبقاش عندهم نقص في كالسيوم او نقص في اي حاجة طبعا. ونخش في متاهات بعد كده. طبعا ازاي نقتصد في التربية بتاعتهم او الطعام بتاعهم؟ لازم ان احنا نربي الطيور البلدية، الطيور اللي هي بتتغذى على اي شيء، مثلا بط بلدي او فراخ بلدي او اي طائر تاني. وحتى الحمام حمام بلدي، خاصة الناس اللي هي عايزة تبدأ في مشروع الحمام. هات الطائر، هات النوع اللي يتمشى معاك في منطقتك، اللي هو الناس بتتداول فيه واللي عليه الطلب عشان التسويق بتاعه. طبعا لازم اي حد يعمل مشروع يا جماعة لازم ينظر الاول للتسويق بتاع المشروع. التربية ان شاء الله هتبقى سهلة وهتربي وتعمل عدد، لكن اهم حاجة التسويق. شوف النوع اللي بلدك شغالة عليه والناس بتطلب منه واشتغل عليه، وانت ان شاء الله هتكسب وهتتربح منه. طبعا ده عن التسويق، وهنعمل ان شاء الله فيديو بعد كده عن التسويق، ازاي تسوق بضاعتك وانت قاعد في البيت. وطبعا لازم طبعا نجيب من مصدر موثوق منه، ولازم ولما نجيب طائر ما نجيبهوش شغال قبل كده، علشان اي حد هيبيع لك طائر شغال يعني منتج اكيد فيه عيب، ولو ما فيهوش عيب ما هوش بيعه. وانا وانت واي حد لو عندنا حاجه كويسه وواحد جه طلب مني يوز حمام وانا عندي يوز حمام كويسين وشغالين معايا كويس، هبيعهم ليه؟ مش هبيعهم طبعا، هحتفظ بيهم لنفسي. كلنا بنعمل كده. فلازم لما تجيب طائر تجيب طائر ما اشتغلش قبل كده، علشان تبقى عارف ان هو ما فيهوش عيوب، خالي من العيوب، يعني صاحبه مش بايعه عشان عله فيه. وطبعا افضل ان انت تجيب من مكان تكون انت عارفه وشايف الطيور اللي فيه. وفي النهايه يا جماعه احنا كلنا بنجتهد، والناس يعني يا ريت تراعي بعضها كده ويبقى عندنا ضمير علشان نكسب ونتربح. اتمنى من الناس تتجدع معانا في القناه شويه، ويعني ايه تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يصلكم كل جديد. وان شاء الله في الفيديوهات كلها موجودة على القناة فيها كل حاجة عن الطيور. اللي عايز يتعلم يا جماعة يخش على القناة، هيلاقي ان شاء الله كل حاجة موجودة على القناة. فيديوهات عن الحمام وعن الطيور. والقناة بتاعتنا ما بتتكلمش عن الطيور فقط، تتكلم عن الطيور وعن الحيوانات وعن الزراعة وعن كل شيء ان شاء الله. يعني اي كل المجالات هتلاقيها موجودة على القناة. فأتمنى من الناس ان هي تخش على القناة وتشوف الفيديوهات بحالها علشان الناس تستفاد. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.